السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ابنائي واحبائي طلاب الصف الثالث ثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله باذن الله تعالى النهارده هنكمل مع بعض الدرس الاول في الباب الثاني التحليل الكيفي، وهنشتغل على مجموعة حمض كبريتيك المركز. جهز لي ملزمتك، جهز لي كشكولك وكتاب الامتحان معاك، وان شاء الله باذن الله نشتغل مع بعض ونشوف ازاي هنحل الاسئله دي ونستعين بالمفاهيم بتاعتنا ان شاء الله مع بعضينا زي ما بنعمل في كل مره، وهنشرح كل الاسئله بالتفصيل ان شاء الله. الدرس الاول احنا حلينا اسئله الاختر لغايه السؤال رقم 30 في مجموعه حمض الهيدروكليك، خلصناها كلها، وهحط لك الرابط بتاع الدرس الاول ده، الدرس اللي فات ده هحط لك في الوصف، وهظهر لك في علامه التبويب دلوقتي ان شاء الله على شمال الشاشه. اضغط عليه لو انت ما شفتهوش وما عرفتش حله وشرحه عشان تراجع بيه الدرس كده ان شاء الله، ونبقى مع بعض باذن الله تعالى. قبل ما نبدا الدرس ان شاء الله ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس لو انت ما كنتش مشترك، تفعل الجرس على الكل، وتشارك في كل مجموعاتك على الواتس وعلى التليجرام باذن الله تعالى. هنبدا مع بعض في مجموعه انيونات حمض كبريتيك المركز الساخن. راجعها كده معايا بسرعه. H2SO4 ده حمض كبريتيك المركز. بيكشف عن ايه بقى؟ المجموعه بتاعته قلنا بيكشف عن انيون الكلوريد Cl-1، ودي معناها اي ملح فيه ايه؟ فيه كلوريد، يعني كلوريد صوديوم، كلوريد بوتاسيوم، كلوريد مغنيسيوم، كلوريد كالسيوم، اي ملح كلوريد حمض كبريتيك المركز الساخن بيتعرف عليه. ازاي؟ هنشوف دلوقتي ان شاء الله. ثاني انيون البروميد، انيون البروميد Br-1. ثالث انيون اليوديد اللي هو I-1. رابع انيون والاخير انيون النيترات NO3-1. حمض الكبريتيك المركز بيستخدم في الكشف عن انيونات الاحماض، عن انيونات بتاعت الايه؟ بتاعت الاحماض دي اللي هي الكلوريد والبروميد واليوديد والنيترات. نبدا مع بعض في السؤال الاول. اسئله تقيس مستويات الفهم المنخفض. تتفاعل الانيونات التاليه مع حمض الهيدروكليك المخفف ما عدا. يبقى بص السؤال هنا على مين؟ على حمض الهيدروكليك المخفف. مجموعه حمض الهيدروكليك المخفف اللي هي فيها كربونات، يعني الانيون ده يتفاعل مع الHCl حمض الهيدروكليك، اللي هي فيها كبريتيد لكن ما فيهاش بروميد. حمض الهيدروكليك المخفف ما يتفاعلش مع مين؟ مع البروميد. يبقى اول سؤال اجابتنا ايه ده؟ ليه ما يتفاعلش حمض الهيدروكليك المخفف مع املاح البروميد؟ لان الHBr اللي هو حمض الهيدروبروميك اكثر ثباتا من حمض الهيدروكلوريك، فما يقدرش حمض الهيدروكليك يطرد Br-1 منين؟ من الملح. سؤال رقم 34. أي مما يلي يعبر عن عدد مولات وصيغة الراسب المتكون في معادلة التفاعل الموزونة المعبرة عن عملية إضافة مول من كلوريد الباريوم إلى محلول نترات الفضة. المعادلة اللي زي دي والسؤال ده ما تدورش عليه في المفاهيم لأنك مش هتلاقيها في المفاهيم المعادلة دي، بس هنا تفاعل سهل، ولو أنت عملته ووزنته هتلاقيه سهل أوي. تعالوا كده نشوف. محلول كلوريد الباريوم اللي هو BaCl2 ده محلول، ضفناه على محلول نترات الفضة زي ما هو بيقول اهو. بص، كلوريد الباريوم مع نترات الفضة زائد محلول نترات الفضة AgNO3. هتعمل سعادتك هنا تبادل مزدوج، دي محاليل املاح فبتتفاعل مع بعض عن طريق الاحلال المزدوج. فالBa ياخد NO3، وعشان الBa زي ما انت عارف ثنائي التكافؤ اللي هو الباريوم، والنيترات احاد التكافؤ يبدلوا تكافؤاتهم تبقى BaNO3/2 زائد الAg هياخد الCl، Ag ياخد الCl، وده احادي وده احادي فتبقى AgCl، ويبقى ده في صورة راسب كلوريد الفضة. دي بقى تجربة تأكيدية. توزن معادلتك عشان تعرف عدد المولات. الBa داخله ب1 خارجه ب1، Cl داخله ب2 لكن خارجه بكام؟ ب1، فنضرب AgCl كلها في كام؟ في 2. كده الAg داخله ب1 لكن خارجه ب2، فنضرب AgNO3 في 2 عشان نظبط الAg. تلاقي الNO3 كلها اتضربت في 2 وطلعت بايه؟ ب2، فتبقى المعادله كده موزونه. هنا عدد مولات الراسب المتكون كام؟ 2. فيبقى نقول له من المواد اي مما يلي يعبر عن عدد مولات وصيغه الراسب. صيغه الراسب AgCl، عدد مولاته في المعادلة هيبقى 2 مول. يبقى هنختار ايه يا شباب؟ نختار ب. ماشي، يبقى مش هناخد AgCl وخلاص. AgCl صيغة الراسب، بس عدد مولاته في المعادلة زي ما انت شفت بعد ما وزننا 2 AgCl. على السؤال اللي بعده. 35. من المواد التي تذوب في الماء عند 25 درجة مئوية، يعني كأنه بيقول لك بتدوب في المية في درجة الحرارة العادية. ماشي، مين بيدوب في المية في درجة الحرارة العادية؟
اي جي اي؟ لا طبعا. الاي جي اي ده بيتكون في صوره راسب. فين بقى؟ في التجربه بتاعه الكشف عن انيون اليوديد. في التجربه التاكيديه بيتكون راسب اصفر، ما دام راسب يبقى لا يذوب في الماء، لكن ولا يذوب في محلول النشادر المركز. بي بي اس كبريتيد الرصاص راسب اسود، خدناه في الكشف عن انيون الكبريتيد ده، في الكشف عن غاز كبريتيد الهيدروجين راسب اسود. ام جي اس او 4 هي دي. اشمعنى بقى هي دي؟ ما دي انت لو تفتكر وترجع كده للدرس بتاع مع حمض الهيدروكليك، هتلاقي انك بتميز بين الكربونات والبيكربونات بمحلول كبريتات المغنيسيوم. محلول يعني كده كبريتات المغنيسيوم بتدوب في الايه؟ في الميه. فتبقى اجابتنا ايه يا شباب؟ ج. نيجي بعد كده لاسئله تقيس مستويات الفهم المرتفع اللي هي التطبيق والتحليل. سؤال 36 بيقول سائل اكس عديم اللون اجريت عليه تجربتين التاليتين. التجربه الاولى اضيف اليه قطعه من المغنيسيوم فتصاعد غاز يشتعل بفرقعه. دايما بص في الاسئله زي دي عشان انت ما تتوهش وعشان ما تتلخبطش تعمل ايه؟ ادي السائل بتاع اكس عملنا عليه تجربتين، تجربه زائد التجربه الاولانيه اللي هي واحد حطينا عليه ام جي. فلما حطينا عليه ام جي اللي هو المغنيسيوم من غير معادلات ولا حاجه، انت بتكتب بس او بتلخص الكلام اللي بيقول لك ده عشان تبقى انت عارف انت هتعمل ايه. طلع غاز الهيدروجين H2 يتصاعد ويشتعل بفرقعه. طب التفاعل ده يحصل امتى؟ لما افاعل المغنيسيوم مع حمض. يبقى كده اكس ده هيبقى حمض اساسي. ليه؟ عشان ام جي بتحل فلز نشط، ده ام جي ده فلز نشط بيحل محل هيدروجين الحمض ويطلع غاز الهيدروجين يشتعل بايه؟ بفرقعه. ادي كده التجربه واحد. التجربه 2 اضيف اليه قطرات من محلول نترات الفضه فتكون راسب. يبقى كده زائد محلول اي جي ان او 3. طب الاي جي ان او 3 ده بيعمل راسب مع مين؟ بيديني راسب هنا. بيعمل راسب مع الكلوريد، مع البروميد، مع اليوديد، بيعمل راسب مع الفوسفات، بيعمل راسب مع الكبريتيد، بيعمل راسب مع الكبريتيت. يعني شاف الاحتمالات بقى. تعالى شوف بقى مسا الاكس. هيدروكسيد كالسيوم طبعا لا. ليه؟ لان هيدروكسيد الكالسيوم لما احط له ام جي لما احط له ام جي مش هيطلع لي غاز هيدروجين. طيب حمض هيدروكليك، ايوه كده احنا وصلنا بقى، هي دي الاجابه بتاعتنا. ليه؟ حمض هيدروكليك. حمض هيدروكليك اللي هو مين؟ بص يا باشا، بص يا بيه، حمض الهيدروكليك اللي هو الاتش سي ال اهو بالاثبات هنضيف له زائد ام جي. نكتب كده المعادله كروكي من غير وزن ولا غيره. مع الام جي هيروح عامل لي ام جي سي ال 2 كلوريد مغنيسيوم زائد غاز الهيدروجين اتش 2 يتصاعد ويشتعل بفرقعه. مش هتلاقي الكلام ده في المفاهيم. زائد طب مع الاتش سي ال مع الاي جي ان او 3. بص بقى سعادتك سهم هيكون لك اتش ان او 3، الاتش بتاعت الاتش سي ال تاخد الان او 3 بتاعت الفضه، والاي جي موجب ياخد السي ال، يبقى ده زائد اي جي سي ال اهو راسب ابيض اهو، واحد من ضمن الرواسب اللي احنا قلناها. يبقى اجابتنا ايه؟ هتبقى ب. سؤال 37 يتحول الراسب الابيض من المركب واحد الى اللون البنفسجي. مين الراسب اللي ابيض ويتحول لبنفسجي؟ عندما 2 اي مما يلي يعبر عن كل من 1 و2. ما عندكش انت 100 راسب ابيض وما عندكش 100 راسب ابيض يتحول لبنفسجي. فاهم؟ يعني الراسب الوحيد الابيض اللي بيتحول لبنفسجي اللي هو كلوريد الفضه اي جي سي ال. واخد بالك؟ يبقى الراسب الابيض بتاعك يا اما ب يا اما ج اجابتك اللي هو اي جي سي ال. وامتى يتحول لبنفسجي؟ عندما يتعرض للضوء. يبقى ناخد ايه؟ ناخد ب. مباشر، كلام بالعربي من غير معادلات ولا حاجه. دي في التجربه التاكيديه بتاعت الكشف عن انيون الكلوريد. سؤال 38 ما الدور الذي يقوم به حمض الكبريتيك المركز عند اضافته لملح بروميد الصوديوم؟ يعمل ايه؟ عامل مؤكسد، عامل مختزل، عامل نازع للماء، حمض قوي. تعالى اوريك بقى هنا. ارجع سعادتك كده لمين؟ للمعادلات. فين؟ في التجربه بتاعت مين؟ الكشف عن انيون البروميد. وتعالى نشوف كده نجيب المعادلات دي ونشوف ايه عامل حمض الكبريتيك المركز ده، عامل مؤكسد ولا عامل مختزل ولا ايه وضعه. نروح يا عم للمعادلات بتاعت تجربه ايه؟ انيون البروميد. ادي حمض الكبريتيك المركز H2SO4 حمض كبريتيك مركز زائد بروميد الصوديوم NaBr. هنجيب المعادلتين اللي عندنا. سهم اول معادله بيحصل فيها تبادل مزدوج بيكون لي Na2SO4 زائد HBr. انا بقى مش هجيب مفاهيم، انت تجيب مفاهيم، انت حر. وعاوز نضرب دي في 2 واضرب دي في 2. طلع ال HBr. في المعادله دي حصل اكسده ولا اختزال؟ لا. امال ايه بقى؟ ال HBr ده في نفس التجربه هي حمض الكبريتيك المركز اللي هو H2SO4 بيتفاعل مع ال HBr وبيعمل ايه بقى؟ المركز خلي بالك طبعا ان ده مركز وساخن وهنا برضو مركز وساخن.
في نفس التجربه في نفس الانبوبه بيتفاعل مع الاتش بي ار، وقال لي ساعتها ايه؟ يتاكسد بروميد الهيدروجين، يتاكسد بروميد الهيدروجين، يعني ده يتاكسد يبقى حمض كبريتيك عامل مؤكسد، هيأكسد ده اللي يحصل له عمليه الاكسده. حتى بص كده هنوريها لك اهو، زائد اديني H2O زائد Br2 زائد SO2. ماشي، تعالى كده نشوف نوزن المعادله بتاعتنا. هنضرب اتش بي ار دي في 2 ونضرب الميه في 2 تبقى معادلتي كده ايه؟ توازن. انت هتجيبها من المفاهيم بوزنها، بس تعالى نشتغل عليها بقى. هنا عندي ال H2SO4، ال H ده كده بموجب 1 والSO4 الO بسالب 2 والS في الSO4 بموجب 6 اتش بي ار هنا الاتش بموجب 1 والبي ار سالب 1. روح للنواتج، الميه الاتش بموجب 1 والاو بسالب 2، هنا في البي ار 2 صفر. انا بشرحها لك كانك بتدرس اكسده واختزال. اس او 2 الاو بسالب 2 في 2 بسالب 4، تروح الناحيه دي موجب 4. تعالى بقى نطلع كده، اتش دخلت موجب 1 طلعت موجب 1 مالناش دعوه بيه، اللي ما اتغيرش مش هنسال فيه. اس دخلت موجب 6 طلعت موجب كام؟ موجب 2. بص سعادتك اكسده واختزال سنه ثانيه ثانوي كده، هنا موجب 6 طلعت موجب 2 يبقى حصل لها اختزال كده، يبقى حمض الكبريتيك ده عامل مؤكسد. برافو عليك، ما هو اصل العامل عكس العمليه، اللي بيحصل له اختزال يبقى عامل ايه؟ مؤكسد. اما البي ار هنا سالب 1 طلعت بصفر، يبقى حصل لها عمليه ايه؟ حصل لها عمليه اكسده، يبقى كده الاتش بي ار ده عامل مختزل. يبقى انا كده بص فرتكت لك المعادله وفرتكت لك التفاعل كله عشان اوريك فين الاكسده وفين الاختزال. يبقى كده حمض الكبريتيك هيبقى عامل مؤكسد. يبقى اجابتنا هتبقى ايه يا شباب؟ اجابتنا هتبقى الف. تعالى للسؤال كده ما تتخضش منه، بس اقراه واحده واحده كده ونفصصه مع بعض. 39 عند اضافه مقدار صغير من محلول يوديد البوتاسيوم عديم اللون الى محلول اكس عديم اللون، يتلون المحلول الناتج باللون البني. اللون البني ده خدت في التجارب بتاعتك كلها كام حاجه لونها بني؟ حاجه واحده بس، اللي هي مين؟ اللي هو اليود I2، فاكره؟ اللي هو بنكشف بيه عن انيون الثيوكبريتات في مجموعه حمض الهيدروكلوريك المخفف لما قلنا يزول لون اليود البني. يبقى هنا اللون البني ده عندي في تجاربي I2، ولما يبقى في صوره محلول مش ابخره بنيه حمراء، لا الموضوع مختلف. وعند اضافه نفس المقدار من محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمض الى المحلول اكس يزول لون برمنجانات البوتاسيوم، يعني لون برمنجانات البوتاسيوم بنفسجي يختفي، اي مما له يعبر عن محلول اكس. تعالى كده ناخد السؤال واحده واحده ونتقل عليه وما نستعجلش. نعمل ايه؟ ادي يا عم عندي، ادي يا باشمهندس المحلول اكس اهو، كويس؟ محلول اكس ده هنضيف له مقدار ضئيل من يوديد البوتاسيوم، يعني زائد يوديد، بص بالعربي اهو، يوديد هترجم بس السؤال، البوتاسيوم. بص ده يوديد البوتاسيوم. يحصل ايه؟ قال لي لما نضيف له محلول اكس عديم اللون يتلون المحلول باللون البني، يعني كده هيروح مديني بني، محلول بني. قلنا من المحلول البني ده اللي هو I2، كويس؟ ادي اول حاجه. ولما ضفنا نفس المحلول اكس ده ضفنا له برمنجانات البوتاسيوم اختفى لون برمنجانات البوتاسيوم، يعني انا هاجي هنا عند الاكس واقول ايه؟ برمنجانات بوتاسيوم، ماشي؟ اللي هي KMnO4. وما تنساش يوديد البوتاسيوم ده اللي هو KI، واخده انت واخد صيغته. هنا حصل ايه؟ اللون يختفي اللون، ماشي؟ اللي هو اللون البنفسجي. يختفي ليه اللون البنفسجي؟ هتقول لي اعرف ازاي؟ اقول لك ارجع لتجربه النيتريت، برمنجانات البوتاسيوم بتتحول ل MnSO4. تعالى بقى بص سعادتك بيقول لي ايه؟ يعمل المحلول اكس ده كعامل مؤكسد ولا كعامل مختزل ولا الاثنين مع بعض؟ يعني تعال نشوف. هنا يوديد البوتاسيوم KI، اليود هنا الاي هنا بسالب 1 طلعت بكام؟ بصفر. كده يبقى اليود حصل له عمليه ايه؟ اليود في يوديد البوتاسيوم حصل له عمليه اكسده. يبقى كده ده مع يوديد البوتاسيوم عامل مؤكسد. ليه؟ ما ده حصل له اكسده يبقى ده عامل مختزل، وده هيحصل له اختزال يبقى عامل مؤكسد. يبقى الاكس ده مع يوديد البوتاسيوم عامل مؤكسد. تعالى البرمنجانات البوتاسيوم KMnO4، الام ان هنا بموجب 7 طلعت الام ان هنا بموجب 2، موجب 7 تطلع موجب 2، يبقى دي كده عمليه اختزال. يبقى كده حصل للبرمنجانات عمليه اختزال، لان البرمنجانات ماده مؤكسده، العامل عكس العمليه. كده يبقى صاحبنا ده هنا عامل مختزل. ايوه، يبقى مع برمنجانات البوتاسيوم الاكس ده كان عامل مختزل،
ومع يوديد البوتاسيوم كان عامل ايه؟ مؤكسد. يبقى نختار ايه؟ نختار ألف اللي هي يعمل كعامل مؤكسد وكعامل مختزل. تعالى لسؤال رقم 40. الجدول التالي يوضح نتائج تجربتين أجريتا على المركب إكس. إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول المركب إكس ثم إضافة محلول النشادر إلى الناتج تكون راسب لا يذوب في محلول النشادر المركز. مين اللي لا يذوب في محلول النشادر المركز؟ أدي نترات الفضة أهي مع إيه الرواسب بتاعتها كلها اللي عندك فين؟ في التحليل الكيفي. هنا ده كبريتيد الفضة Ag2S اللي هو Ag2S، وهنا كبريتيد الفضة، وده كلوريد الفضة. كلوريد الفضة ده هنا يذوب في محلول النشادر المركز. بروميد الفضة يذوب ببطء. يوديد الفضة لا يذوب في محلول النشادر المركز. يبقى انت عايز ده بقى، عايز ده. يوديد الفضة ده لا يذوب في محلول النشادر المركز. يبقى معنى كده ان اكس ده هيبقى فيه انيون يوديد، والراسب بتاعي ده كده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى راسب من يوديد الفضة. تسخين المركب اكس اللي هو ده مع حمض الكبريتيك تصاعد أبخرة بنفسجية اللون. يبقى انت كده الملح بتاعك فيه ايه؟ فيه لازم يكون يوديد. تختار مين في دول كلهم؟ اختار يوديد الايه؟ يوديد الصوديوم. يوديد الصوديوم مع نترات الفضة تديني يوديد الفضة راسب اصفر لا يذوب في محلول النشادر المركز. يوديد الصوديوم مع حمض الكبريتيك يعمل لي اتش اي، والاتش اي يتاكسل ويديني ابخرة ايه؟ اليود البنفسجية. يبقى خلي بالك ان اليود كده ليه لونين، الاي 2 ده ليه لونين، لون لما يبقى في صورة محلول اللي في السؤال اللي فات يبقى بني، ولما يبقى في صورة أبخرة يبقى بنفسجي. 41 خليط من محلولي كلوريد الصوديوم ويوديد البوتاسيوم أضيف إليه قطرات من محلول نترات فضة تجارب تأكيدية. نترات فضة تجارب تأكيدية. ما أثر إضافة وفرة من محلول النشادر المركز إلى الخليط السابق؟ طيب الإجابة سهلة. نجيب محلول كلوريد الصوديوم ويوديد البوتاسيوم ده. ادي يا عم نترات الفضه، انا لسه عاملها لك دلوقتي اهو. ادي عندك نترات الفضه AgNO3، يكتبها بالعربي ما دام انت مش عايز معادله. نترات فضه ضفناها على خليط من ايه؟ من كلوريد الصوديوم ويوديد البوتاسيوم. يبقى انا زائد هنا كلوريد صوديوم محلول، وعندي كمان يوديد بوتاسيوم محلول. ادي عندي الاثنين. هيديني ايه؟ نترات الفضة مع الاثنين مع كلوريد الصوديوم تعمل لي راسب من كلوريد الفضة، وده راسب ايه؟ راسب ابيض، ولسه موريك الصيغة بتاعته. مع يوديد البوتاسيوم تعمل لي راسب اصفر من يوديد الفضة، وده لونه اصفر، ولسه موريك الصيغة بتاعته التجربة بتاعته. بعدين بيقول لي ايه؟ ما اثر اضافة وفرة من محلول النشادر المركز الى الخليط. يعني انا لما اجي على الخليط ده واروح جاي مديله ايه؟ سهم هنا، واحط على السهم كده محلول NH4OH عشان تبقى انت بس عارفها. دي الصيغه بتاعت محلول النشادر المركب. مين في الاثنين يدوب؟ كلوريد الفضه هيدوب ويختفي الراسب، ويفضل عندي مين؟ يوديد الفضه. يبقى اللي هيتبقى بس عندي يوديد الفضه، وراسب لونه ايه؟ راسب لونه اصفر. يبقى كده المحلول بتاعي هيبقى فيه راسب واحد بس اللي هو يوديد الفضه ولونه اصفر، يبقى يتكون راسب اصفر. يبقى هناخد جيم. سؤال 42 ملح ابيض اللون يتفاعل مع محلول نترات الفضه المركز مكون الراسب لا يذوب في محلول النشادر المركز، وعند تفاعل نفس الملح مع حمض الكبريتيك المركز يتصاعد غاز من نقط. للمره ال20 هقول لك الراسب اللي لا يذوب في محلول النشادر المركز هو يوديد الفضه اللي هو الراسب الاصفر. طيب ده كده يبقى انت لما جبت المحلول ملح الابيض اللون ده حطيت عليه نترات فضه عمل لك راسب لا يذوب في محلول النشادر المركز، يبقى الملح الابيض ده الانيون بتاعه يوديد. طيب اليوديد ده لما نضيف له حمض كبريتيك مركز يطلع ايه؟ بص التجربه بتاعتها ومعادلاتها ايه عشان ابقى انا ما قصرتش معاك في حاجه. في الكشف عن انيون اليوديد ركز كده، هجيب لك حمض كبريتيك كده، مجموعه حمض كبريتيك كده كلها من الاول ماشي. هجيب لك انيوناتها بس على السريع يعني عشان احنا ايه بنحل واجب بس بنذاكر مع بعض. عندك حمض كبريتيك H2SO4 وده كده مركز ساخن، هنضيفه زائد. لو ضفت زائد الكلوريد Cl -1 يحصل ايه؟ مع الكلوريد Cl -1 اي ملح كلوريد، وطبعا حمض الكبريتيك زي ما انت عارف كونسنتريتد وحراره، هيطلع عندك HCl غاز كلوريد الهيدروجين اللي هو لو جبت له ال HCl ده لو جبت له صاغ زجاجيه مبلله بالنشادر
هيتكون عندك سحب بيضاء من كلوريد الامونيوم NH4Cl، سحب بيضاء. ادي اول واحد. تاني واحد البروميد Br -1. لما هتضيف على ملح البروميد ده H2SO4 مركز، هيتكون عندك HBr. انا ما بجيبلكش المعادله كلها، انا بلخص لك الكلام. HBr ده غاز بروميد الهيدروجين. بروميد الهيدروجين ده بيتفاعل تاني مع حمض الكبريتيك، يعني كده ده زائد H2SO4 وده مركز ساخن، وقلنا يتأكسد جزئيا ويكون ايه بقى؟ يكون H2O ميه، يكون SO2 ثاني اكسيد كبريت، يكون Br2 أبخرة اليود، أبخرة البروم برتقالية حمراء. دي كده برتقالية حمراء تسبب اصفرار ورقة مبلى بالنشا. H2SO4 مع اليود I-1 مع انيون اليود يديني ايه؟ والسهم دايما زي ما انت عارف الشرط الاساسي عندك مركز ساخن، هيديني HI يوديد الهيدروجين. غاز يوديد الهيدروجين ده يجي يخرج يتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز تاني، زي مين؟ زي ال HBr بالظبط. يعني كده هيتفاعل ده مع H2SO4 اللي هو المركز، ويكون ايه بقى؟ ويكون H2O، بص لاحظ، زائد SO2 برضو، زائد I2 اللي هي ايه بقى؟ الاي 2 دي ابخره بنفسجيه، ابخره بنفسجيه تسبب زرقه ورقه مبلله بالنشا. اخر انيون لحمض الكبريتيك NO3 -1. اي ملح نترات تضيف عليه حمض كبريتيك مركز ساخن هيدينا ايه؟ اعمل التبديله. لو انت عايز المعادله كامله هترجع لها في المفاهيم، انا بديك مشاهده وتلخيص التجربه. هيكون عندي HNO3 حمض نيتريك. حمض النيتريك ده بيبقى مركز بالتسخين الهين، سهم هنا مفيش تفاعل بقى، سهم وعليه حراره، وده مركز خلي بالك، عشان ده اصلا عشان حمض كبريتيك مركز فبيبقى ده مركز. فبيديني ايه؟ بيديني H2O ميه، بيديني O2 اكسجين، بيديني NO2 ثاني اكسيد نيتروجين. ثاني اكسيد النيتروجين ده ابخره بنيه حمراء كثيفه ماشي من الانبوب. يبقى دول بص الاربع انيونات اهو تلخيصهم اهو. هنا بقى احنا بنقول عشان بس لما نيجي لها تاني نجاوبها على طول. هنا بقى بنقول ايه الخليط اللي يتصاعد؟ قلنا الملح اللي لا يذوب ده كده الانيون اللي ما بيدوبش، الرص اللي ما بيدوبش ده اليوديد. يبقى كده الخليط اللي هيطلع عندك كده ما دام انت بتضيف بقى حمض كبريتيك على اليوديد، يبقى الخليط اللي هيطلع عندك SO2 ومين؟ وI2. SO2 وI2. يبقى اجابتنا ب. رقم 43 اختبار الحلقة البنية لأنيون النترات يعتمد على ايه؟ اختزال نيتروجين ايون النترات. طب دي اجيبها منين؟ اروح رايح للمعادلة واشوف اكسدة بقى ولا اختزال. تجربة الحلقة البنية. بص يا سيدي وركز لي. عندي محلول نترات الصوديوم NaNO3، ضفت عليه محلول كبريتات حديد 2 FeSO4 كبريتات حديد 2 عامل مختزل قوي. عندي كمان معاهم قطرات من حمض الكبريتيك H2SO4 سهم، هيديني ايه؟ FeSO4 عامل مختزل قوي. بص الحوار اللي بيحصل. الحوار اللي بيحصل ان الاثنين دول في الاول اللي هم ده وده حمض الكبريتيك ونترات الصوديوم يتفاعلوا مع بعض يكونوا لك ايه بقى؟ يكونوا لك حمض نيتريك HNO3. بص بقى اللي بالاحمر ده ما بيحصلش، وهجيب لك المعادله بقى في الاخر. اللي بالاحمر ده اللي هو ما بتشوفوش انت. فالاثنين دول في الاول اهم يتفاعلوا مع بعض فيعملوا ايه؟ يعملوا Na2SO4 كبريتات صوديوم ويعملوا HNO3، ولسه انت واخد المعادله في التجربه الاساسيه. تمام؟ حمض النيتريك اللي بيتكون ده بيبقى مركز، وده كده عامل مؤكسد قوي. اما كبريتات حديد 2 اللي هي لسه قاعده في المحلول، لان دي كبريتات حديد 2 وده حمض كبريتيك، ففي حمض يتفاعل مع ملحه؟ مفيش حمض يتفاعل مع ملحه. يعني ايه؟ يعني حمض كبريتيك ملحه ايه؟ ملحه كبريتات. اهو بص حتى حمض كبريتيك لما تفاعل مع نترات الصوديوم عمل ايه؟ عمل كبريتات صوديوم. يبقى معنى كده ان كبريتات حديد 2 دي الملح بتاع حمض الكبريتيك فما يتفاعلش معاها. تفضل بقى كبريتات حديد 2 دي في المحلول زي ما هي. بعد ما يتفاعل حمض الكبريتيك مع نترات الصوديوم يكون لك كبريتات صوديوم وحمض نيتريك. يجي حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي يتفاعل مع كبريتات حديد 2 اللي هي عامل مختزل قوي. فاكر؟ ما هو بيقول لك في التجربه ايه؟ هنضيف محلول كبريتات حديد 2 حديثه التحضير، يعني لسه مدوبها دلوقتي.
ليه بقى؟ عشان كبريتات حديد 2 دي عامل مختزل قوي، لو سبتها في الهواء هتتاكسد لوحديها من غير ما حد يعمل لها حاجه وتديني كبريتات حديد 3. طب لما يجي حمض النيتريك بقى يتفاعل مع كبريتات حديد 2 كده، يبقى ده هيتكسر ويتحول لايه؟ يحول لي كبريتات حديد 2 لكبريتات حديد 3 Fe2SO4 باي 3، وهو يتكسر لميه H2O واكسيد نيتريك NO. وزن المعادله موجود عندك، انا بشرح لك بس المعادله كده، ده الشكل النهائي للمعادله بس من غير وزن. تعالى بقى نشوف حكايه النيتروجين دي اللي هي في اول اختيار، ان هو بيقول لي ايه؟ اختزال نيتروجين ايون نترات. نشوف دي صح ولا غلط. نمسك يا عم النترات اهي نشرحها زي ما احنا اتعودنا ونشوف النيتروجين ده وضعه ايه. الاو بسالب 2 والان ايه بموجب 1، سالب 2 في 3 بسالب 6، موجب 1 في 1 بموجب 1، سالب 6 زائد 1 بسالب 5. تيجي فوق النيتروجين بعكس الاشاره موجب 5، يبقى النيتروجين داخل التفاعل بموجب 5. يبقى بص كده الان داخل التفاعل بموجب كام؟ بموجب 5 اهو. طيب تعالوا نشوفه في النواتج بقى. فين يا عم النيتروجين في النواتج؟ ده خلاص كده انتهى اهو. النيتروجين اهو ان او اهو. الان هنا الاو بسالب 2، تبقى الان بموجب كام؟ موجب 2. يعني الان دخل موجب 5 خرج الان موجب 2. حصل له ايه؟ ايوه بالظبط، حصل له عمليه اختزال. يبقى كده الان بتاع النترات حصل له عمليه ايه؟ اختزال. يبقى صح كده، يبقى الف هي المظبوطه. سؤال 44، ما الصفه التي تتفق فيها مركبات AgCl AgBr AgI؟ ايه الصفه اللي يتفقوا فيها؟ تعالى كده معلش نرجع تاني للحته بتاعت مين؟ بتاعت نترات الفضه اللي انا كتبت لك فيها الرواسب، عشان بس ايه تبقى انت معايا. ده قلنا راسب ايه؟ راسب اسود. نترات الفضه مع الانيونات بتاعتها. ده قلنا راسب ايه؟ ابيض، حراره يبقى اسود. كلوريد الفضه راسب ايه؟ ابيض، يصير بنفسجيا عند تعرضه للضوء ويذوب في محلول نشادين مركز. تعالى بقى انت ركز على اللي انت عايزه في السؤال. انت عايز ده وده وده. ما دام رواسب هما الثلاثه يبقى هما الثلاثه ما بيدوبوش في الميه. اي راسب ما بيدوبش في الميه. بس ده ابيض يصير بنفسجيا يذوب في محلول نشادين مركز. اما ده ابيض اللي هو برميد الفضه مصفر يذوب ببطء في محلول نشادين مركز. اما ده اصفر لا يذوب في محلول نشادين مركز. تعالى كده نشوف اللون مختلفين فيه. تمام. الكتله الموليه اكيد مختلفين فيها. تمام. الذوبان في NH4 كلهم بيدوبوا؟ لا طبعا. مين اللي ما بيدوبش؟ يوديد الفضه ما بيدوبش. طيب يبقى كده معنى كده انا عايز ايه؟ دي غلط دي غلط دي غلط. عدم الذوبان في الميه يبقى هاخد ايه؟ هاخد د. هي دي اللي هي الصفه اللي بيتفقوا فيها، عدم الذوبان في الميه. لكن اللون ده واحد ابيض واحد ابيض مصفر واحد اصفر. الكتله الموليه اكيد مختلفه. الذوبان في NH4OH ده واحد بيذوب بسرعه وواحد بيذوب ببطء وواحد ما بيدوبش خالص. يبقى اجابتنا هتبقى د. نيجي لسؤال 45، من المخطط التالي. ده المخطط بتاعنا. دول الماده ايه؟ محلول اهي اكوس AQ، لما تفاعلها مع يوديد البوتاسيوم محلول يتكون راسب اصفر. كده نترات دي الماده دي بتعمل لي راسب اصفر في حالتين. انا اصلا ما عنديش في الرواسب اصفر غير راسبين اللي هما مين؟ يوديد الفضه وفوسفات الفضه. يوديد الفضه وفوسفات الفضه. وبعدين الماده ايه دي كده المحلول ده لما تاخده تديله Na2CO3 يعمل لي راسب هنا. ما هو سي سوليد اهو راسب. اي مما يلي يعبر عن المحلول A وكل من الراسبين B و C. تعال نشوف كده. ينفع يبقى المحلول A كبريتات نحاس؟ لا طبعا. احنا حطينا كده خلاص بند رئيسي ان لازم يكون المحلول A ده فيه فضه. يبقى نترات فضه يا ب يا ج. كويس؟ نترات فضه مع يوديد البوتاسيوم تعمل راسب اصفر من يوديد الفضه. تيجي للراسب، الراسب ده هيبقى يوديد فضه اللي هو الراسب الاصفر اللي هو B. Na2CO3 مع AgNO3 تعمل لي كربونات فضه. وقلنا كل املاح الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. تبقى اجابتنا هتبقى ب. اخر سؤال في مجموعه حمض الكبريتيك، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات. 46، ما المواد التي يمكن استخدامها في تحضير كلوريد الفضه؟ ايه الحاجات اللي انت لما تفعلها مع بعض تديك كلوريد فضه؟ خد الف. كلوريد فضه، كلوريد باريوم ونترات فضه ينفعوا؟ ده ينفعوا 100 100. ليه؟ لان كلوريد الباريوم محلول وده محلول فيبدلوا كلوريد فضه نترات باريوم. بص ده ياخد دي كده اول ياخد تاني.
اول ياخد تاني، واخد بالك انت؟ يبقى كلوريد فضه نترات باريوم. تمام، يبقى عمل لي ايه ده؟ عمل لي ده كون لي كلوريد فضه، صح؟ يبقى احنا اجابتنا هتبقى الف. تعالى كده نشوف نتاكد ليه ما تنفعش. ليه؟ حمض هيدروكليك مع الفضه، الفضه هنا فلز ضعيف النشاط، يعني الهيدروجين ما يقدرش يحل محله، ما يتفاعلش مع الاحماض. كلوريد صوديوم ويوديد فضه، يوديد فضه اصلا راسب مش دايب، لازم عشان تفاعل ملحين مع بعض يكونوا هما الاثنين قابلين للذوبان في الميه. يعني حتى لو واحد منهم صلب وواحد منهم محلول، يبقى لازم الصلب يكون قابل للذوبان في الميه، فلما لما دوبه يدوب في الميه ويتأين ويتفاعل. حمض هيدروكليك وبروميد فضه، برضه بروميد الفضه هنا راسب، دي حاجه. الحاجه الثانيه البروميد هنا جاي من حمض الهيدروبروميك اكثر ثباتا من حمض الهيدروكليك فما يتفاعلش معاه. يبقى اجابتنا ايه؟ الف، وثبتناها. نيجي لمجموعه انيونات محلول كلوريد الباريوم. مجموعه انيونات محلول كلوريد الباريوم اللي هم مين ومين؟ ايوه بالظبط، جدع، برافو عليك. مجموعه انيونات محلول كلوريد الباريوم اللي هي الكبريتات والفوسفات. كلوريد الباريوم BaCl2. تعالى نختصرها كده، نعمل لها اختصار ونرجعها على السريع قبل ما نحلها مع بعض، عشان هو محلول فاقوس. بيكشف عن مين؟ بيكشف عن انيون الكبريتات SO4 سالب 2 وانيون الفوسفات BO4 سالب 3. واحد يقول لي يا مستر خالد طب ليه ما حطيناش دول في مجموعه حمض الهيدروكليك وحمض الكبريتيك مثلا؟ نقول لك اولا دول الاثنين جايين من احماض ثباتهم عالي، احماض مستقره، دي اول حاجه. تاني حاجه تحط ده في مجموعه حمض الكبريتيك ازاي؟ دي كبريتات، في حمض يكشف عن ملحه؟ لا طبعا. الفوسفات جاي من حمض الفوسفوريك اكثر ثباتا من حمض الكبريتيك، مع انه حمض من حيث القوه ضعيف. حمض H3BO4 ده اللي هو حمض الفوسفوريك اللي هو جايه منه الفوسفات ده حمض من حيث القوه ضعيف، لكن من حيث الثبات عالي. طب ليه بحطهم مع كلوريد الباريوم؟ عشان كلوريد الباريوم مع الانيونات دي ودي الاثنين بيكون راسب، فلما تيجي تفعله وتحطه على ملح في كبريتات بيديك ايه؟ بيديك كبريتات باريوم BaSO4 راسب ابيض لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف، ده راسب ابيض لا يذوب في حمض هيدروكلوريك مخفف. طيب مع الفوسفات هيديني ايه؟ برضو راسب ابيض من مين؟ من BO4. بص بقى لاحظ معايا، الباريوم ثنائي والفوسفات ثلاثي، نبدل تكافؤات تبقى BA3BO4/2. فوسفات الباريوم سوليد راسب ابيض، دي برضو راسب ابيض. واحد يقول لي طب يا مستر خالد يبقى ازاي نميز ما بينهم؟ اهو بص، ده كده يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف، يبقى هتزود تميز ما بينهم ازاي؟ وخلي بالك دي نقطه بيستغلها في اسئله كتير، ده راسب ابيض وده راسب ابيض. ايه الفرق ما بينهم؟ ده يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو كبريتات الباريوم لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف، اما فوسفات الباريوم يذوب في حمض الهيدروكلوريك ايه؟ المخفف. دي التجربه الاساسيه، ولما تيجي التاكيديه نراجعها مع بعض. اسئله تقيس مستوى الفهم المنخفض. انيون الملح اكس لا يتفاعل مع اي من حمض الكبريتيك المخفف او المركز. اي الانيونات التاليه تمثل الشق الحميضي للملح اكس؟ كبريتيد ده في مجموعه حمض الهيدروكلوريك، واحنا قلنا في الدرس اللي فات اي انيون في مجموعه حمض الهيدروكلوريك المخفف حمض الكبريتيك يديله على عينه. يعني ايه يديله على عينه؟ يعني يتفاعل معاه ويطرده على طول ويطلع غاز. طيب الكبريتيد برضه ده مع حمض HCl. ليه بقى؟ لان اصلا حمض الكبريتيك بيكشف عن الكلوريد، يعني حمض الكبريتيك بيطرد HCl من ملحه، صح؟ ويطلعه في صوره ايه؟ في صوره HCl. اهي بص اهي ادي H2SO4 اهو، حمض الكبريتيك مع الكلوريد يطلع HCl بره، يطرده بره. فبالتالي ما دام H2SO4 يطرد الCl بره، يعني هو اكثر منه ثباتا، يبقى بالتالي يطرد كل الانيونات اللي بيكشف عنها HCl، لان هو ضرب ايه؟ ضرب المعلم بتاعهم فيضربهم كلهم. الكبريتات ايوه هي دي، مفيش حمض ينفع يتفاعل مع ملحه، مفيش حمض ينفع يتفاعل مع ملحه. السيوكبريتات قلنا دي تبع مين؟ تبع عمنا حمض الهيدروكلوريك. 48 ما الخطوات المتبعه في فصل خليط من ملحين فوسفات الباريوم وبيكربونات الباريوم؟ الاثنين دول.
طب فوسفات الباريوم لسه قايلين بتتكون في صوره ايه؟ ايوه في صوره راسب ابيض. طب وبيكربونات الباريوم خدنا برضو معلومه المره اللي فاتت ان كل املاح البيكربونات تذوب في الماء، يبقى هما الاثنين كده محلول، واحد فيهم دايب والتاني راسب. افصلهم ازاي؟ اخد الاثنين ملحين، ده صلب وده صلب، ادوب في الميه، فالملحين هيدوبوا؟ لا، ما انا عارف ان فوسفات الباريوم بتتكون في صوره راسب فتنزل لي تحت. طب والتاني مين؟ والتاني بيكربونات الباريوم هيبقى ماله؟ هيبقى دايب في صوره ايه؟ محلول هنا. يبقى الاثنين مع بعض. اجي بقى اخد قد ايه؟ اخد الكاس ده وافضي المحتويات هنا في فرق الترشيح. يبقى اول حاجه اذابه، واحد يدوب والتاني يترسب. تاني حاجه ارشح، بعد ما ارشح يقوم ينزل لي المحلول بتاع بيكربونات الباريوم هنا تحت ويفضل لي الراسب هنا. اخد بقى المحلول ده واعمل له بعد كده حراره، عمليه تبخير. يبقى اذابه، ترشيح، تبخير. يبقى هناخد ده. اسئله تقيس مستويات الفهم المرتفع اللي هي التطبيق والتحليل. 49 يتكون راسب عند اضافه محلول نترات الفضه الى كل مما يلي عدا. لسه عاملها لك اهو، لسه موريها لك. نترات الفضه مع الكبريتيد، مع الكبريتيت، مع الكلوريد، البروميد، اليوديد، الفوسفات، تدي راسب على طول. ماشي؟ طيب يبقى كده هنختار مين من هنا؟ نختار النترات عدا النترات على طول مباشره، واحنا لسه شارحينها. يمكن التمييز بين محلولي كلوريد الصوديوم ومحلول نترات الرصاص 2 بكل مما ياتي ما عدا. كل ده ينفع ما عدا. تعال نعملها بالعربي. ادي عندي الاثنين اهم. بص يا دكتور، بص يا باشمهندس، عندي كلوريد صوديوم، محلول كلوريد صوديوم من غير معادلات، وعندي كمان محلول نترات رصاص. هنضيف عليهم هما الاثنين اول حاجه حمض كبريتيك. حمض كبريتيك اللي هو الاختيار الاول اهو، اللي هو قايل عليه اهو مخفف. يحصل ايه مع صاحبنا ده؟ هيتكون عندك كبريتات صوديوم زائد HCl غاز كلوريد الهيدروجين لو كان مركز، بس عشان ده مخفف يبقى ده كمان هيبقى مخفف فيبقى محلول. هنا مفيش ايه؟ راسب ولا لون. اما بقى معانا 3 رصاص يتكون لك هنا كبريتات رصاص، دي راسب ابيض، واخد بالك؟ زائد ايه؟ زائد HNO3 برضه محلول. يبقى كده انا ميزت بين الاثنين دول عشان حمض الكبريتيك مع ده ما عملش حاجه، ما عمليش راسب ولا لون، اما مع نترات الرصاص عمل لي راسب. دي اول ايه؟ الف. كده يبقى ده ينفع في التمييز. محلول نترات الفضه ناخد برضو كلوريد الصوديوم ونترات الرصاص، نحط عليهم هما الاثنين دول كده اهم، هما الاثنين نحط عليهم AgNO3 اللي هي نترات الفضه. نترات الفضه مع كلوريد الصوديوم تعمل لك AgCl، ده راسب ابيض. يبقى دي كده مع مين؟ مع كلوريد الصوديوم. يبقى كده انا عرفت ان ده كلوريد صوديوم. مع نترات الرصاص لا يحدث تفاعل. كده يبقى ده برضو ينفع. ما هو انت في التمييز مش شرط ان الاثنين يدوك رواسب او المادتين يدوك غازات، لا مش شرط. ممكن واحده تتفاعل والثانيه ما تتفاعلش، فانت كده يبقى انت عرفت اللي تتفاعل واللي ما تتفاعلش. محلول ثاني كرومات البوتاسيوم هي دي. ليه؟ مع الاثنين هنا مش هيعمل حاجه، مش هيديني راسب ولا لون ولا حاجه ولا اكسده ولا اختزال. يبقى ايه؟ ثاني كرومات البوتاسيوم. تقول لي طب ما انا ما خدتهاش دي، ما اعرفش دي هتعمل مع دول ايه. طب اقول لك على حاجه. طب انت عايز تتاكد ان انت اجابتك مظبوطه، مع ان لان انا ما خدتش التفاعل ده وما اعرفش التفاعل ده يعمل مع دول ايه. انا عارف الف وعارف ب واجي لدال. طيب عشان نجاوب بالاستبعاد ناكد لنفسنا الاستبعاد. غاز كبريتيد الهيدروجين مع مين؟ يعني غاز كبريتيد الهيدروجين لما اضيفه زائد كلوريد صوديوم، محلول كلوريد صوديوم، هيديني ايه؟ مش هيديني ولا حاجه. لا يحدث تفاعل. ليه يا عم لا يحدث تفاعل؟ ليه؟ ما احنا خدناها مع ال HCl. ال HCl اللي هو حمض الهيدروكليك المخفف يطرد الكبريتيد من ملحه. يعني معنى كده الكبريتيد يطرده؟ لا. ازاي بقى؟ حمض الهيدروكليك بيطرد الكبريتيد من ملحه، يبقى الكبريتيد ما يقدرش يطرد الكلوريد من ملحه، واخد بالك؟ طب مع الثانيه مين؟ يبقى هنا لا يحدث تفاعل. مع نترات الرصاص، نترات رصاص، يحصل ايه؟ تبادل مزدوج. هنا
هيحصل ثبات ايه؟ ثبات في الترسيب. يتكون عندي بي اس راسب اسود من كبريتيد رصاص، ماشي، زائد اتش ان او 3 حمض النيتريك. نيجي ل 51. يتكون راسب احمر اللون عند تفاعل اي جي ان او 3 مع محلول مين؟ ايه احمر اللون دي؟ ما خدناهاش احنا، دي ما عدتش علينا، مش موجوده عندنا في ولا تجربه. ماشي يا باشا، جاوب بالاستبعاد يا دكتور. ايه كي اي نترات فضه مع كي اي يديك راسب ايه؟ اصفر من اي جي اي، مع ان ايه بار ابيض مصفر، مع ان ان او 3 مفيش تفاعل، ان او 3 واي جي ان او 3 مفيش تفاعل. يبقى مين اللي فاضله؟ هي دي، ودي انت واخدها في اولى ثانوي. مع كي 2 سي ار او 4 يديك اي جي 2 سي ار او 4 راسب احمر. يبقى انت هنا جاوبت بالاستبعاد، اخترت حاجه انت ما شفتهاش في سنه ثالثه، هي عدت عليك في سنه اولى بس انت ما شفتهاش في سنه ثالثه، واخد بالك؟ فانت اخترتها بناء عليه، عن ان انت متاكد مليون في الميه ان دول مش احمر، يبقى ده الاحتمال الوحيد اللي هيبقى احمر. 52. يمكن الكشف عن انيون الفوسفات في محلول فوسفات الصوديوم باستخدام محلول نترات الكالسيوم. ما مجموع المعاملات في معادله التفاعل الموزونه وما معامل الراسب المتكون؟ المعادله انا ما خدتش فوسفات الصوديوم، ما خدتهاش مع نترات الكالسيوم، انا واخدها مع كلوريد الباريوم، صح؟ ما خدتهاش مع نترات الكالسيوم. هتبقى شبه كلوريد الباريوم بالظبط. ازاي؟ تعالى كده اوريك. ادي يا عم عندك، نعمل معادلتنا كده. ادي يا باشمهندس عندك Na3BO4 دي موجوده عندك، زائد نترات كالسيوم CaNO3/2. تمام، سهم. اعمل تبادل مزدوج زي ما عملت في محلول كلوريد الباريوم. طيب ال Na تاخد ال NO3 تعمل لي NaNO3. ال Ca ياخد ال BO4. ادي ال Ca يا باشا وادي ال BO4 يا دكتور. ال Ca في المجموعه 2A مع الباريوم، فيبقى تكافؤ ثنائي، والفوسفات تكافؤها ثلاثي. بدل تكافؤات تبقى Ca3BO4/2. بص، شبه فوسفات الباريوم بالملي، فوسفات الباريوم Ba3BO4/2 برضه. تعال اوزن بقى. Na داخله ب3 وخارجه لك بواحده، فنضرب هنا في 3. BO4 داخله بواحده وخارجه لي هنا ب2، خلي بالك عشان داخله على بعض وطالعه على بعض، يبقى نضرب هنا في 2 عشان نظبط الBO4. فنلاقي ال Na بقت بكام؟ بقت ب6. نروح راجعين على دي ضاربينها في 2 اهي، بقت 6 Na. طب ال Ca داخله بواحد خارجه ب3، فيبقى هضرب ال Ca هنا في 3 عشان اظبط ال Ca. NO3 3 في 2 ب6 NO3، وادي 6 NO3. كده معادلتك اتوزنت. اصل معاملات، يبقى انت كده ما دام معاملات يبقى انت عايز ايه؟ ما مجموع المعاملات في المعادله، معادله التفاعل الموزونه، وما معامل الراسب. يبقى انت كده عايز الوزن، ما دام معاملات يبقى انت عايز الوزن، وما تستبعدش سؤال زي كده عادي يعني. تعال نجمع المعاملات. ادي 2 و3 5 و6 11، والمفروض هنا في واحد يبقى 12، يبقى مجموع المعاملات 12، يبقى يا ب يا د. طب معامل الراسب هيفصل بقى. الراسب بتاعك هنا فوسفات الكالسيوم، المعامل بتاعه كام؟ 1، يبقى هيبقى 1، يبقى ناخد 12 اللي هي هتاخد ايه؟ ب، عشان مجموع المعاملات 12 والراسب معامله كام؟ 1. خليط اكس، ما تتخضش من شكل السؤال. 53 ما تتخضش، لكن كل الحكايه اقرا السؤال بالراحه وفصصه بقى. تعال نشوف كده. خليط اكس يحتوي على كميتين متساويتين من اكسيد فلز وكبريتات فلز. يبقى اكس ده فيه ايه؟ اكسيد فلز وكبريتات فلز من فلزات المجموعه 2A. مجموعه 2A اللي هي مين؟ بريليوم، ايوه، مغنيسيوم، كالسيوم، باريوم. تمام. وعند اضافه الماء الى الخليط اكس ذاب احد المركبين فيه، يعني واحد من الاثنين دول داب، الاكسيد ولا الكبريتات اللي هيدوب؟ بينما ترسب المركب الاخر. وبعد فصل الخليط، يعني فصلنا طلعنا الراسب بره وخدنا الرشيح، وجد ان المحلول الناتج اللي هو الرشيح بقى يتفاعل مع حمض كبريتيك مكونا الراسب اي مما يعبر عن الخليط. تعال نبدا باول اختيار الف. اول اختيار الف BaSO4 زائد BaO. ادي عندي BaSO4 وادي عندي BaO. انا مش هعمل لك معادلات، انا عايز اطلع المعلومات اللي حضرتك قاريها وعارفها فين؟
في التحليل الكيفي. فين بقى؟ في مجموعه محلول كلوريد الباريوم. ده كده هندوب في ميه، سهم هنا عليه ميه. الBaSO4 انت واخد انها في مجموعه محلول كلوريد الباريوم انها بتتكون في صوره راسب ابيض لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف، يبقى ده كده الراسب بتاعي. اما الBaOH لما يدوب في الميه بيتحول لBaOH باي 2، ما هو اكسيد الفلز ما دام بيدوب في الميه فيكون لك محلول قلوي. القلوي بتاعك هنا هيدروكسيد، ده اسمه هيدروكسيد باريوم. لما نعمل ترشيح بقى، ترشيح زي ما وريتك في السؤال اللي قبل منه او اللي قبله باين اللي عملنا فيه الترشيح والرسمه دي، ورقه الترشيح هيبقى فيها كبريتات باريوم، يبقى كده كبريتات الباريوم اللي هو الراسب انفصل، ويتبقى معايا مين في المحلول؟ BaOH باي 2. ده المحلول اللي هو هيبقى اكوس. كويس؟ بيقول لي انا ضفت للمحلول ده كده، ضفت له حمض كبريتيك، يعني بعد ما عملت الترشيح خدت المحلول الناتج ده ضفت له H2SO4 حمض كبريتيك. يحصل ايه بقى هنا؟ ايوه اهو حمض وقلوي، هيديك كبريتات باريوم BaSO4 اللي هو الراسب الابيض تاني، يبقى ده كده راسب ابيض زائد مين؟ زائد ميه H2O. يبقى كده الكلام بتاعي ماشي على اختيار الف مظبوط 100%. الاختيار الف عندي كبريتات باريوم واكسيد باريوم دوبتهم في ميه، كبريتات الباريوم بقت راسب، دي عارف انها راسب واخدها في مجموعه محلول كلوريد الباريوم فدي كده الراسب. اما الBaO لما دف في الميه عملها هيدروكسيد باريوم فعلته مع حمض كبريتيك عمل لي راسب ابيض تاني زي ما هو قايل بالوصفه وفي السؤال وميه. يبقى ناخد ايه؟ ناخد الف من غير تعب قلب اهو الف. نيجي ل 54. تحضر كبريتات الفلز ام من هيدروكسيده، يعني بجيب هيدروكسيد الفلز ام ده تبعا للتفاعل التالي. ادي الهيدروكسيد MOH باي 2 زائد H2SO4 يديني MSO4 اكوس محلول اهو زائد 2H2. كل مما ياتي قد يعبر عن فلز ام عدا الباريوم. طيب تعال نشوف كده الباريوم. الباريوم لما نحط هنا يعمل هيدروكسيد باريوم سوليد يتفاعل مع H2SO4 يعمل كبريتات باريوم راسب مش محلول. بص انت عندك هنا ايه؟ ده محلول مش ده، يعني يبقى الباريوم ما هيعمل لي كبريتات باريوم اهو لسه عامل لك المعادله بتاعتها ايه؟ يعمل لك راسب ابيض، يعني هتبقى سوليد مش اكوس. يبقى اجابتنا هتبقى ايه؟ الف. واخد بالك؟ يبقى هو سهل علينا الحكايه اهو من غير ما نجرب. والسبب ايه؟ ان شايف انت الناتج هنا كبريتات الباريوم ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش اكوس لكن تبقى راسب. 55. ما الذي يمكن ملاحظته عند إضافة هيدروكسيد الباريوم إلى محلول كبريتات الأمونيوم؟ طب تعالى كده نبدل بالعربي يا عم، مش هنعمل معادلات. محلول مين سعادتك بتقول لي إيه؟ هيدروكسيد باريوم. ماشي أهو هيدروكسيد باريوم. تعالى أوريك نبدل إزاي. زائد محلول مين؟ كبريتات أمونيوم زائد كبريتات أمونيوم. بص بقى التبديل يا باشمهندس. هيدروكسيد امونيوم يبقى يطلع عندي هنا بص هيدروكسيد، شوف النواتج هيدروكسيد امونيوم اهو امونيوم تمام، ده بيبقى محلول زائد كبريتات. شايف الكبريتات اللي بالاسود؟ كبريتات مين بقى؟ باريوم اللي هي ايه بقى؟ راسب. واخد بالك؟ شايف التبديله؟ يبقى هيتكون عندي راسب ابيض، يبقى ناخد ده من كبريتات الباريوم. 56. محلول يحتوي على ايونات Ag موجب 1 وBa موجب 2 وMn موجب 2 وC موجب 2، أضيف عليه حمض هيدروكليك مخفف فتكون الراسب X، وفصل الراسب وبعد فصل الراسب X أضيف حمض كبريتيك إلى المحلول المتبقي فتكون الراسب Y. تعالى كده أوريك. معلش أنا بتعبك أنا عارف، بس إيه استحملني شوية. الأيونات بتاعتنا Ag موجب 1. اعمل كده دايما عشان ما تتلخبطش، والله انا عايز مصلحتك. BA موجب 2 وMN موجب 2 MN موجب 2 وCU موجب 2، صح كده؟ دي الانيونات بتاعتنا. هنضيف عليهم اول حاجه HCl. مين هنا بيحب الCl وبيعشقه وبيموت فيه؟ الAg. يروح واخد الCl. طب لما الAg ياخد Cl يعمل ايه؟ يعمل لي AgCl، ده راسب ابيض. الBa لو خدت الCl هتعمل لك BaCl2، ده محلول. الMN لو خدت الCl تعمل لك MnCl2 محلول.
السي يو لو خدت سي ال تعمل لك سي يو سي ال 2 محلول، يبقى دول محاليل. اما ده راسب ابيض وحضرتك عارف كده كويس. تمام كده دول محاليل، يعني معنى كده ان ايونات البي اي لسه زي ما هي في المحلول، وايونات الام ان موجب 2 في المحلول زي ما هي، والسي يو موجب 2 في المحلول، لان المحلول يعني متأين. طيب بيقول لي هنا ايه؟ وبعد فصل الراسب، يبقى احنا شيلنا صاحبنا ده. لما شيلنا صاحبنا ده وفصلناه يبقى ايونات الفضه اختفت كده خلاص، اللي اتفضل معايا دول في المحلول. بعد فصل الراسب اضيف حمض كبريتيك الى المحلول، يعني هنا خدنا ده كده وضفنا له H2SO4. مين من دول يعمل لك راسب انت عارفه كويس اللي هو مين؟ البي اي، يعمل لي BaSO4 راسب ابيض. بيقول لي هنا اي مما يلي يعبر عن كل المرسبين اكس وواي. اكس الراسب الاولاني اللي هو كلوريد الفضه، واي الراسب الثاني اللي هو هيبقى كبريتات الباريوم. يبقى فين كلوريد الفضه اهي، كبريتات الباريوم، يبقى اجابتنا الف. 57 اي الاشكال البيانيه التاليه يعبر عن التغير الحادث في كتله رواسب التفاعل المتكونه بمرور الزمن عند اضافه وفره من محلول نترات الفضه الى خليط من محلولي فوسفات الباريوم وكلوريد البوتاسيوم، ثم اضافه وفره من محلول الامونيا المركز الى الناتج. واحده واحده كده علينا يا عم واهدى. مين بقى المخلوط بتاعنا؟ فوسفات بوتاسيوم وكلوريد بوتاسيوم. ماشي يا باشا، تعالى لي كده عندي بالعربي اهو، مش هعمل معادلات والله ما انا عامل معادلات اهو. بص، فوسفات بوتاسيوم، ومن تاني معلش، ومن تاني كلوريد بوتاسيوم، كلوريد بوتاسيوم. ده الخليط بتاعي اهو. حلو، ضاف عليهم الاول هو كده زائد نترات فضه، زائد محلول نترات فضه. هنا الاثنين هيعملوا لك راسب، صح؟ ده وده يعمل لك راسب. فوسفات بوتاسيوم ونترات فضه واحده واحده. دي مجموعه الفوسفات في مجموعه محلول كلوريد الباريوم، ودي التجربه التاكيديه بتاعتها. هتكون لك هنا فوسفات فضه، وده راسب ماله؟ راسب اصفر، صح؟ يذوب في محلول النشادر. ركز بقى في الحته اللي جايه دي. والكلوريد ياخد الفضه ويعمل لك كلوريد فضه راسب ابيض يذوب في محلول النشادر المركز. يعني الاثنين دول كده لما اخدهم انا واحط لهم محلول الامونيا اللي هو محلول النشادر، الاثنين ايه؟ كلاهما يذوب، يعني الراسب يختفي. يعني لما هاجي اعمل علاقه بيانيه، بص بقى للراسب، كل ما هضيف محلول نترات فضه الراسب يتكون لغايه اما خلاص التفاعل خلص، فالراسب كده وصل لاقصى قيمه ليه. جيت بعد بقى ما خلاص خلص التفاعل والراسب يتكون عندي، ضفت هنا عند اللحظه دي ضفت محلول النشادر اللي هو محلول الامونيا. فاول ما ضفت محلول النشادر يبقى وعمال ارج الراسب يدوب هوب يختفي. يبقى العلاقه بتاعتك هتبقى مين فيهم؟ هتبقى دال. يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى دال. 58 الملح الابيض الذي يذوب في محلول NH4OH. ابيض يذوب في NH4OH ولا يذوب في الماء. NH4OH ده اللي هو قلنا ايه؟ مش انا قلت لك في الاول اللي هو محلول الامونيا، اللي هو محلول النشادر، اللي هو هيدروكسيد الامونيوم. بص اكتبها بقى وخليك كده جدع. اللي هو محلول الامونيا، محلول النشادر، هيدروكسيد، مش هتلاقيها مكتوبه في المفاهيم والله. ولا يذوب في الماء. ابيض يذوب في محلول النشادر وما يذوبش في الميه، يبقى AgCl اهو. ده بص القلم رايح له على طول، كل اتفضل. تمام، قلناها بدل المره 10. 59 يستخدم محلول اسيتات الرصاص في تكوين راسب مع كل مما ياتي عدا. اسيتات الرصاص، هو الرصاص اصلا بيعمل راسب مع مين؟ لو دورت على الرواسب بتاعه الرصاص عندك في كل التجارب بتاعتك في التحليل الكيفي هتلاقي ايه؟ بص، اسيتات، نكتبها يا عم بالعربي، اسيتات الرصاص اهو. خدناها فين دي؟ اللي هي CH3COO باي 2 BB. خدناها فين دي؟ ايوه بالظبط، خدناها اول حاجه في الكشف عن انيون الكبريتيد، لما ضفنا حمض الهيدروكليك المخفف على كبريتيد الصوديوم الصلب، فطلع لي غاز كبريتيد الهيدروجين H2S له رائحه كريهه. جبت له ورقه مبلله باسيتات الرصاص، فراح عامل لي راسب اسود من BBS، راسب اسود. بس كده؟ لا،
خدنا اسيتات الرصاص في الكشف عن انيون الكبريتات في مجموعه محلول كلوريد الباريوم لما ضفناها على مين؟ على محلول كبريتات الصوديوم اللي هي ايه بقى؟ اللي هي Na2SO4. راح عمل لي اسيتات صوديوم زائد BbSO4 راسب ابيض. قلت لك كل الرواسب بتاعت الكبريتيد بيبقى لونها اسود اللي هي عندنا في المنهج يعني، وكل الرواسب بتاعت الكبريتات لونها ابيض اللي هي عندنا في المنهج يعني. كده تعالوا نشوفوا بقى سعادته عايز ايه. يستخدم في تكوين راسب مع كل مما يلي ما عدا. نمسك يا عم الف مع غازات H2S. ده بيعمل راسب اسود لسه شايفينه. طب و HCl بيعمل راسب ابيض من كلوريد الرصاص، بس لسه هناخدها في الشقوق القاعديه مش هنا يعني، لا دي بتاعت الكلوريد دي الCl دي هناخدها في الشقوق القاعديه. مع ايوني الكلوريد والكبريتات يعمل راسب مع الاثنين، مع الكلوريد راسب من كلوريد الرصاص ومع الكبريتات راسب من كبريتات الرصاص. قلت لك الايه الرصاص مع الكلوريد هيعمل راسب، دي هناخدها في الشقوق القاعديه. مع محلولي الكبريتات والكبريتيدات مع الكبريتيدات هيعمل والاثنين ولسه موريك تجربتي. مع ايوني الكربونات هيعمل كربونات الرصاص. ايه ده ما خدناش دي، ما خدناش اي تفاعل للكربونات الرصاص. مش احنا قلنا كل املاح الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم دول بيدوبوا. طب ما الرصاص مع الكربونات هيعمل كربونات رصاص، يبقى ده بيبقى في صورة راسب. طب والبيكربونات ما يعملش راسب، يبقى هي ده هيكون راسب مع الكربونات، ما يكونش راسب مع البيكربونات. خدناها فين دي مع البيكربونات يا عم؟ ما قلت لك والله، قلت لك مع البيكربونات كل املاح البيكربونات تذوب في الماء. بص الملحوظه كم مره بيجيب عليها اسئله ابن لذين، كل ما يروح شمال يروح يمين يروح جايبها لك في سؤال. تعالى السؤال رقم 60. تتحد الكاتيونات ايه مع انيونات الكربونات مكونه راسب ابيض. طب مين بقى ده؟ بص 100 احتمال. يبقى الكاتيونات ايه دي؟ اي كاتيون ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. ليه؟ لان الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم مع الكربونات ما بيعملوش راسب، لكن بعد كده اي كاتيون تاني يعمل راسب. يذوب في حمض الهيدروكليك مخفف، ماشي. وتتحد نفس هذه الكاتيونات مع انيونات الفوسفات مكونه راسب. تتحد مع الفوسفات وتكون راسب. مين اللي مع الفوسفات بيعمل راسب؟ خدناها، ايوه الفضه مع الفوسفات بتعمل راسب اصفر. وتتحد الكاتيونات سي مع انيونات الكلوريد مكونه راسب ابيض. دي بقى حاجه تاني، كاتيونات تاني. يبقى ايه كاتيونات وسي كاتيونات مكونه راسب ابيض يذوب في محلول نشاد. وتتحد نفس هذه الكاتيونات مع انيونات الفوسفات مكونه راسب دي. ايه يا عم الزحمه دي؟ لما يبقى السؤال بقى عندنا زحمه زي كده اعمل انا ايه؟ امسكه افك واحده واحده. هاخد الماده الكاتيون ايه واعمل له ايه؟ افعله زي ما هو قايل. اول حاجه مع الكربونات، كربونات مش هنكتب معادلات، هنكتب الكلام اللي هو قايله بس ايه بنفصصه. عمل لي راسب هنا، راسب ابيض يذوب في الاتش سي ال، ماشي. طيب تعالى الايه ده هو وناخده مع مين زي ما هو قايل. وتتحد نفس الكاتيونات مع انيونات الفوسفات مكونه راسب بي. يعني هتيجي كده مع الفوسفات هنا، فوسفات الاي دي مع الفوسفات وتعمل لي راسب بي. طب الراسب بي ده ابيض ولا اصفر ولا ايه؟ ما انا عندي الفوسفات ليها راسبين، يا اما فوسفات الباريوم راسب ابيض يذوب في حمض الهيدروكليك المخفف، يا اما فوسفات الفضه راسب اصفر يذوب في حمض النيتريك. حاجه من الاثنين، يا ده يا ده. فالراسب هنا مش قايل لي لونه فما حددش بقى، انا ما حددش، بس انا كده حط الاحتمالين في دماغي، ماشي. تعالى بقى مين؟ وتتحد الكاتيونات سي مع انيونات الكلوريد. يبقى سي اهي تاني الكاتيونات الثانيه مع انيون كلوريد تعمل لي ايه بقى؟ مع انيون كلوريد تعمل لي راسب ابيض. ده هو اللي قايل مش انا. تعمل لي راسب ابيض، والراسب الابيض ده يذوب في محلول الايه يا شباب؟ النشاد. طيب وبعدين والكاتيونات دي تاني مع مين؟ مع الفوسفات وتكون لي راسب دي. يعني دي كده هتاخد فوسفات تاني اهي وتعمل لي راسب دي، راسب واسمه دي، لونه ايه ما قايلش. يبقى انا كده عندي الفوسفات احتمالين، يا اما ده راسب ابيض، ولو ده راسب ابيض يبقى الكاتيونات دي كاتيونات باريوم،
يا اما راسب اصفر، ولو ده راسب اصفر يبقى الكاتيونات دي كاتيونات فضه، واخد بالك؟ ونفس الكلام هنا، الفوسفات دي لو هي راسب ابيض يبقى ده كاتيونات باريوم، لو هي راسب اصفر يبقى دي كاتيونات ايه؟ فضه. يبقى ده يا اما باريوم يا اما فضه، وده يا اما باريوم يا اما فضه. الرواسب بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى ابيض. يبقى انا كده لازم اول حاجه لما ابص على الاختيارات هستبعد ج وهستبعد مين؟ د. استبعدت الاثنين دول ج ود. ليه؟ عشان ده بني محمر وده بني ايه؟ محمر، فمستبعدهم. نيجي بقى ناخد ايه؟ الف او ب. دي راسب ابيض لا يذوب، اللي هو الراسب بي، راسب ابيض لا يذوب في اتش سي ال. هو ما دام راسب ابيض يبقى يذوب في مين؟ ما دام راسب ابيض يبقى يذوب في الاتش سي ال. اما الراسب دي هيبقى راسب اصفر، يبقى كده ده هيبقى فوسفات الباريوم وده هيبقى فوسفات الفضه، عشان ده بيذوب في حمض نيتريك وده يذوب في حمض الايه؟ الاتش سي ال. يبقى هاخد ايه؟ هاخد اجابتي اللي هي بي. سؤال 61. اي مما يلي يعبر عن الانيونات التي تكون ابخره ملونه عندما يضاف الى ملحها الصلب بحمض كبريتيك مركز؟ حاجه سهله جدا. البي ار بيعمل ابخره برتقاليه، ايوه برتقاليه حمراء تسبب اصفرار ورقه مبلله بالنشا. النترات بيعمل ثاني اكسيد النيتروجين ابخره بنيه حمراء. الفوسفات ما بيتفعلش. يبقى هناخد مين؟ انهي اختيار؟ ناخد اختيار ايه؟ ج. اخر سؤال في الاختر، وقبل طبعا اخر سؤال زي العاده كده ما تنساش تشترك في القناه. لو انت قاعد دلوقتي لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك في القناه وتشير الفيديو لكل اصحابك وكل مجموعات الواتس بتاعتك ومجموعات الفيس عشان الفايده تعم علينا وعليكم ان شاء الله. سؤال 62. من المخطط المقابل الخليط اكس يحتوي على انيون مين؟ نروح يا عم ادي الخليط اكس، حطينا له وفره ام بي اس ال 2 عمل لي راسب زائد محلول. يبقى كده ده الراسب ده يبقى الخليط اكس ده يا اما فيه كبريتات يا اما فيه فوسفات، حاجه من الاثنين. يبقى الخليط ده كده يا اما فيه SO4 سالب 2 يا اما فيه BO4 سالب 3. عمل لي الراسب وبعدين زائد محلول، والمحلول ده لما عملت له غليان اداني راسب ابيض. يبقى كده ده الملح ده يبقى ايه؟ انيون ايه؟ فيه ايه؟ الاثنين، واحد من الاثنين دول عمل راسب والثاني طلع في صوره محلول، يعني ده كده واحد بس اللي موجود في الخليط يبقى كبريتات. يبقى هاخد الف. ليه بقى؟ الف يا باشا الكبريتات هي هتعمل لي الراسب، والبيكربونات دي هتعمل لي هنا محلول بيكربونات لما بسخنه زي ما قلت لك في الحصه اللي فاتت في الدرس اللي فات. البيكربونات تسخنها تنحل وتديك كربونات راسب ابيض. يبقى هناخد مين يا شباب؟ هناخد الف. كده يبقى احنا خلصنا اسئله الاختر للدرس كله. اتمنى يكون الشرح عجبكم وتكونوا فهمتوا الدرس، ويا رب تكونوا بخير ان شاء الله، وربنا يوفقنا ويوفقكم الى ما يحب ويرضى. كان معكم خالد الاسيوطي من قناه القمه في الكيمياء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظرونا في المقال باذن الله تعالى قريب جدا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.